هو خلاص بقى على العلن وكل حاجة والناس كلها عرفت وخلاص عرفنا انت مضيت ورحت فين، بس ليه؟ يعني انا عايز افهم ليه. ايه اللي داير في بالك؟ ايه اللي في عقلك؟ ايه اللي خلاك تختار وتعمل ستيب زي دي واللي انت تروح فريق زي ده ومن قلة الدوريات راح الدوري التركي؟ يعني التفكير بتاعك في ايه؟ يعني ايه اللي يخلي واحد بحجم صلاح ولاعب بحجم صلاح وبامكانيات صلاح يسيب كل الدوريات دي ويروح الدوري التركي ويلعب في نادي اسمه طرابزون؟ هيجي واحد اهتم دلوقتي في الكومنتات يقول لك يا عم الفلوس، بص لنفسك انت اللي بتاخد 3000 جنيه في الشهر وعامل فيلم، بص هو عقده قد ايه وانت بتتكلم في ايه وتقول ان هو ضيع نفسه وكل الهري ده. هقول لك والله في دي انت معاك حق، بس اللي انا مستغرب له ان حد بحجم صلاح هيكون بيدور على الفلوس. يعني صلاح معلش انا وانتوا عارفين ان هو مش محتاج فلوس، فايه اللي يخليني في وسط كل العروض اللي جايه لي من الانديه دي اللي انا اعمل كده؟ لا والانقح بقى اللي بيحصل ان اداره ترابزون عايزه تجيب داروين نونيز عشان قال ايه تعيد التالق اللي كان عامله داروين وصلاح، اللي هو فين دوت وحصل امتى انا مش عارف. يعني انا كنت على طول بتفرج على صلاح في ليفربول، عمري ما شفت داروين متالق مع صلاح نهائي نهائي، ما حصلتش ولا هتذكر ولا ذكرت في التاريخ. واكتر حد كسبان من الصفقه دي عشان نبقى فاهمين، سيبك بقى من المرتب اللي هتدفع والكلام ده كله، هو النادي. يعني النادي كشعبيه هتزيد، كفلوسها هتزيد، مبيعات تيشيرتاتها هتزيد، فهم كسبانين كسبانين. اما بقى الرقم 61 ده فانا لغايه دلوقتي مش فاهم هو كان لابس الرقم ده ليه واشمعنى الرقم ده بالاخص يعني اللي هو اختاره. فاللي فاهم الرقم ده بيدل على ايه او المعنى بتاعه ايه يقول لي في الكومنتات. وبس كده، سلام.